قصص رعب المتابعين. صديقنا عماد بيحكي لنا حكايته وبيقول ان في رمضان اللي فات كنت قاعد في نص الليل ماسك الموبايل، بس حسيت ان انا عايزه انام شويه. عشان ما انامش قلت ان انا هقوم اخش الحمام اغسل وشي عشان افوق. دخلت الحمام اغسل وشي، ما عداش فتره لقيت باب الحمام بيخبط. قلت مين، بس الصوت ما كانش واضح قوي، فقلت خلاص انا خارج اهو. خرجت من الحمام ما لقيتش حد، استغربت. دخلت على اخواتي البنات لقيتهم نايمين. حيتهم حاجه بسيطه كده، سالتهم انتوا كنتوا عايزين تخشوا الحمام؟ قالوا لي لا. بيقول دخلت كمان عند مامتي لقيتها كمان نايمه، سالتها برضو قالت لي نفس الحاجه. قلت مش مشكله وخلاص حصل خير. تاني يوم بالليل كنت عايزه انام وقلت انا هغسل وشي. دخلت الحمام واستغربت لما لقيت باب الحمام برضو بيخبط. قلت ثواني انا هطلع. خرجت وما لقيتش حد. رحت لاخواتي قلت لهم، قالوا لي لا محدش خبط عليك. رحت لمامتي عشان قلقت عليا، ما حبتش تخليني اركز في الموضوع ده، وقالت ايوه يا ابني انا اللي خبطت عليك. صدقوني يا جماعه كان باين انها استغربت من سؤالي. يقول تالت يوم انا الصراحه خفت وكنت مشغل قران في الصاله ودخلت الحمام وغسلت وشي وما حصلش حاجه الحمد لله. ما تنسوش تبعتولي قصصكم المرعبه عشان نحكيها المره الجايه. وفي النهايه في الفيديو اللي جاي حكايه.